بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنسبة 75% الأهلي بطل أبطال أفريقيا أو دوري أبطال أفريقيا. ألف مبروك. مباراة الفنيات فيها مش هي كل حاجة، هو أهم حاجة إنك تيجي بأقل أقل خسارة. فالتعادل النهارده 1-0 في القاهرة إن شاء الله تاخد البطولة. ف يعني أنا بقول الترجي مش هي الفرقة اللي تخوف، فرقة مش طبعا مش زي قبل كده الترجي، ولكن هو طبعا الراجل كولر. أنا بس ممكن أقول الملاحظة دي إن الفرقة ما تقلتش فرقة النادي الأهلي إلا لما نزل قفشة ورضا سليم. أنت شايف يعني حوالي 79 دقيقة لا في إنتاج لبيرسي تاو ولا إمام عاشور. أنت كان لو بدرت التدريب التغيير بدري شوية، أعتقد إن أنت كنت كسبت المباراة دي. لو نزل قفشة ورضا سليم مكان التغييرين اللي أنت عملتهم، أعتقد كان الأهلي هيبقى فرصه في الفوز كانت هتبقى أكتر، بدليل إن قفشة لما نزل النادي الأهلي تقل. النادي الاهلي استحوذ على الكوره، سيطر على الكوره، بقى هو اللي متحكم في رتم المباراه. ودي متهيألي لو كان بدأ بدري شويه في التغيير كان قفشه فرق هو ورضا سليم، وكانوا فوقوا بقى حسين الشحات سامر ابو علي وسام ابو علي، وكانوا هيبقوا اخطر من كده بكتير. انما بصراحه فردتين كانوا نايمين طول ال 79 دقيقه، امام عاشور. وطبعا الناس هتقول لك اصل الكابتن هو ما بيحبش امام عاشور. خلاص ادونا انتوا النهارده، المفروض واحد بيلعب بلاي ميكر واللي هو يكسب الفرقه. يعني انت مثلا اكرم نقول بيدافع، مروان عطيه بيدافع، طب والراجل اللي هو بيعمل خطوره على الجون اللي بيجي من تحت ولا في اي ملامح سواء هو او بيرسي تاو. فانا اعتقد ان هو لو تغير بدري كان المباراه كان النادي الاهلي ممكن يكسبها وبسهوله كمان، لان فرقه الترجي بصراحه ما فيش واحد لافت النظر. هو طبيعي ان انت بتعمل دفاع منطقه وان انت بتقفل والكلام ده، بس كان لازم يبقى في واحد يحول لك الكرة اللي هي من الحته الدفاعيه للهجوميه. اعتقد لو قفشه لعب بدري شويه كان الدنيا اختلفت وكان الاهلي كان ممكن يكسب. انما على العموم نتيجه كويسه. خلي بالك ان هم ممكن يجوا هنا يبقوا مقفلين هجمه مرتده لا قدر الله يصعبوا عليك المأموريه. فانت هنا لازم تبقى عامل حساباتك في الحته الهجوميه والدفاعيه، والاهم الدفاعيه في الهجمات المرتده. ممكن يكون هناك الضغط الجماهيري، المباراه النادي الاهلي مقفل كويس، مفيش مساحات، فعشان كده مفيش فاولات كتيره، مفيش قرانل كتيره عشان نقول ايه ان كان ممكن يجيبوا جون. فالنادي الاهلي او ديفنس النادي الاهلي ونص ملعبه النهارده طلع بالنتيجه اللي هو عايزها. انما اعتقد هنا بقى طبعا هتبقى من البدايه مع الجماهير مع الاعلام مع ده اخر ماتش 90 دقيقه يعني بطوله. وهنا بقى مش هنتكلم في الفنيات زي ما اتكلمنا على نادي الزمالك، ان بكره في ان شاء الله حضور جماهيري يبقى ان شاء الله مؤثر. نفس الكلام يبقى في ماتش النادي الاهلي. على العموم يعني انا بقول مبروك مبروك للنادي الاهلي بنسبه 75%، الا اذا ان هو الراجل فكر ان هو خلص المباراة من تونس، الا اذا عايز يحط بصمة ويتفلسف ويحط لعيبة غير اماكنها، لعيبة مش فايقة ولا قدر الله. انما يعني كلام كورة، فرقة الترجي ما تخوفش، بنتكلم بمنتهى الامانة، الا لو لقوا تخاذل وتهاون واستهتار وعدم مسؤولية، او ان هم خلاص ضمنوا البطولة. يعني الحكم من وجهة نظري كان كويس، بس هو اخطأ في كورتين، وكويس ان هو اخطأ ان هو انذار محمد عبد المنعم لما شد اللاعب بالفانيلا، والكرة الثانية اللي في الشوط الثاني اللي هي بتاعت مروان عطية اللي هي ده كلام فني، مش كلام ان احنا بنستقصد او بنجيب الاخطاء والكلام. لا، احنا بنتكلم كلام فني، ولازم مروان عطية يخلي باله، لان في كرة زي دي
لو الفار جابها ورجعت تاني واتاكدت، الراجل بعد ما لعب الكوره هو داس على رجله، فممكن ياخد فيها طرد. يعني كان ممكن ياخد فيها طرد بسهوله جدا يعني. فاحنا بنقول الحاجات دي عشان اللعيبه تحط الحاجات دي في دماغها، ما يبقاش فيه تهاون واستهتار و... و... وعدم يعني ادراك ان كوره زي دي ممكن تطلعني بره وتخسر فرقتي يعني. فلازم اللعيبه تخلي بالها من الحاجات دي. هي محمد عبد المنعم لما شد، بتشد ليه؟ ما تسيبه يا عم، ده هو ادى وشه للجون بتاعه، افضل روح معاه والكلام ده من غير شد. هو كان لايص فيها، بس انت فكيت له اللوسه دي لما انت شديته. نفس الكلام مروان عطيه، الراجل بيرقص وبيطلع بيها على بره، ما تسيبه يا عم، بتحط رجلك ليه؟ فعلى العموم ده بالنسبه لحكم المباراه. انما هي مباراه ما فيهاش الا الكوره الوحيده الهجمه الخطره، الهجمه اللي هي في اول دقيقتين، اللي هو الراجل الفرود الاجنبي اللي هو حطها بدماغه. وشوبير على فكره طلوعه زي طلوع اليد هو ده اللي صعب الكره على خلاه يمرجح دماغه. فعشان كده الحمد لله طلعت بره القائم وما دخلتش جون. دي كانت هتسبب مشكله وتوتر، لو هي دخلت في اول دقيقتين ثلاثه كانت ممكن يعني تدوم دفعه والجماهير يهيجوا والكلام ده، ولاعيبه الاهلي تتوتر ويبدا الحماس بتاع الفرقه الثانيه في كل ضغطه والكلام ده، تبقى مشكله. فالحمد لله دي كانت اخطر كره في المباراه. انما النادي الاهلي ما راحش وما شفناش الجون، كله كلام اللي هو ايه، اللعب السلبي اللي هو العقيم، اللي هو ما ياكلش عيش وما يكسبكش بطوله، بس ان هو حافظ على شباكه نظيفه. فهو ده كان اهم حاجه في الموضوع. على العموم ان شاء الله باذن الله بكره مصر تفرح مع نادي الزمالك، وان شاء الله يوم السبت مصر تفرح مع النادي الاهلي، وتبقى البطولتين مصريتين، وان شاء الله يتقابلوا في السوبر ان شاء الله باذن الله. ده اهم حاجه. مين يكسب بقى السوبر مين يخسر السوبر، المهم ان ده خد بطوله وده خد بطوله، فدي اهم حاجه. فبالتوفيق ان شاء الله للكره المصريه، وان شاء الله اشوفكم بكره بعد مباراه الزمالك واحنا بنهني بعض وفوز نادي الزمالك بالبطوله عشان تبقى فتحه خير للنادي الاهلي. السلام عليكم. النبي يا استاذ عمرو، والنبي يا استاذ عمرو يا اديب، ما تنقش. ما تنقش بالله عليك، ما تنق. يعني بلا الاهلي خلاص خد البطوله، بلا تبارك، بلا يعني. احنا اساسا شفنا نفسنا هناك في رادس، كنا متوقعين افضل من كده بكتير. انا شخصيا عن نفسي كنت متوقع ان احنا هنيجي النهارده من رادس بنزغرط يا ايه كده خدنا البطوله. انا كنت متوقع ان احنا هنطلع النهارده بعد الماتش هنقول كلامك ده، ولكن طلعنا بتعادل مش حلو وباصابه معلول. فيعني الدنيا بايظه معانا. فبالله عليك العمليه مش ناقصه نق يا استاذ عمرو. ركز في ماتشك انت بكره. الزمالك عندهم ماتش بكره مع بركان دي، نهضه بركان دي. فربنا يعينكم، ربنا يعينكم وتاخدوا البطوله يا عم. سيبونا احنا في حالنا بقى، علشان عايزين نعدي الكام يوم دول على خير ونطمن على اللولي، علشان الدنيا تمشي معانا. فسيبونا في حالنا بالله عليكم يا زملكاويه، سيبوا الاهلاويه في حالهم، عشان ايه الموضوع مش مستحمل يعني. تمام يا باشا مصر، يا رب يكون تمام.